امام عاشور هيبقى زي كهربا. معلش شيكابالا الميت اللي عندكم دلوقتي بيعمل ايه؟ كريستيانو رونالدو نجم عالمي، انا برضو عندي شيكا نجم عالمي. مالك ومال ابو تريكه بقى؟ ليه لما الزمالك بينسحب يبقى الزمالك خايف، وانتوا لما بتنسحبوا يبقى الله ينور عليك يا خطيب. الزمالك انسحب قدامي مرتين، المره الثانيه الاخيره دي اللي احنا حضرناها قال لك احنا انسحبنا عشان الاهلي مش هنلعب ماتش الدور الاولاني، وبعد ماتش الاهلي لعب ماتش في الدور الاولاني، واتحاد الكوره ياجل له الماتش بتاع. يا نهار ازرق، ده مفيش كده في الكوره خالص، ده يلغوا الكوره في مصر. انا اقول مفيش سبب للهروب النهارده، خصوصا النادي الاهلي. يعني خليه يرجع الساعه. النادي الاهلي المفروض ان هو اعتاد على خوض المعارك عشان يقضي على كل العوائق. لو الماتش اتعاد هنكسب الاهلي. ما رضيتش ليه؟ كل سنه افريقيا ياخدها، كل سنه افريقيا ياخدها، كاس العالم هنافس عليه. انت يا باشا اللي جيب التحكيم، انا مش معايا فلوس، انا مش معايا فلوس اجدد للعيبه. ليه عاجبك الحكام المصريين؟ عاجبني. مبسوط طبعا عشان الاهلي انسحب. ايه ده، لو معايا كل حاجه زي الاهلي، لو معايا كل حاجه زي الاهلي، اداره وفلوس وحكام وكل حاجه، هحتل العالم وربنا هيحتل العالم. يا عم تذكره ايه؟ كل سنه افريقيا ياخدها، كل سنه افريقيا ياخدها، كاس العالم هنافس عليه. هم عملوها 2020 ليه؟ بس انا عايز اقول كلمه، شكرا يا بيبو، بس كده. انا اقول مفيش سبب للهروب النهارده، خصوصا النادي الاهلي. يعني خليه يرجع الساعه. النادي الاهلي المفروض ان هو اعتاد على خوض المعارك عشان يقضي على كل العوائق. الزمالك انسحب قدامي مرتين، المره الثانيه الاخيره دي اللي احنا حضرناها قال لك احنا انسحبنا عشان الاهلي مش هنلعب ماتش الدور الاولاني، وبعد ماتش الاهلي لعب ماتش في الدور الاولاني. اقنعني بقى ازاي الاهلي هيخاف من الزمالك؟ انا عايز اعرف، حد كده يرد عليا ويقول لي. الناس ساكته. كمل الدوري. القرار رايي فيه انا ضده، لان ازاي لو هتنسحب كنت عملت زي الزمالك السنه اللي فاتت وطلعت بيان رسمي للجمهور بتاعك عشان تريحه وما يجيش جمهور كتير جاي من محافظات بره عشان يحضر ويتمتع، وفي رمضان وجاي يفطر في قلب الاستاد، ومش ده النادي اللي انت تستحق ان انت تنسحب قصاده. انت كنت هتلعبه وتفوز عليه سكور، وهتفوز على الحكام كمان، وهتروح جماهيرهم زعلانين. بس ما كانش ينفع القرار تديها قبلها بدقايق وتخلينا احنا مروحين زعلانين عشان الماتش ده. طالما انا مش النادي اللي انت تستحق تتسحب عشانه، ما كسبتنيش ليه الماتش اللي قبل ده؟ طالما انا مش النادي اللي انت مش هو نفس الفريق، ولا انت جبت حد جديد؟ انت بتلعب ال 11 لعيب بتوعك اللي بتقول اكبر نادي في افريقيا بيقعدوا جوه حبيب قلبي قدام الحارس بتاعك. كنت هكسب السيزون ده وكنا 2-1. انا كنت تكسب هكسبك انت. تكسب مين؟ والله هكسبك انت. يا عم انت تحلم ان انت تكسب النادي الاهلي. انا يا ابني كسبانك. ايوه ما تكسبش ليه؟ يا ابني ما انا كنت هكسبك الماتش اللي فات. طب انت ما كسبتنيش ليه؟ انت ما كسبتش اجمد مني؟ مش اجمد مني؟ اجمد من اي حد. ما كسبتنيش ليه؟ ما اديتش ليه النهارده؟ الاهلي ما اديتش ليه؟ سؤال بقى، ما اديتش ليه؟ انت كنت رايح الماتش وعارف ان الزمالك هيكسب؟ انا كنت رايح الماتش ده. انا بص، اي ماتش بروحه في اي ماتش للزمالك رايح عشان الزمالك يكسب. اي ماتش هيلاقي ان شاء الله كنا بنلاعب مين؟ اي ماتش رايح عشان الزمالك، رايح عشان الزمالك يكسب. مشجع زيك دلوقتي لسه جاي سالوه ايه رايك؟ قال لهم انا مع القرار، عشان لو الاهلي كان جه كان شايل الزمالك سكور، ودي منكم ما بيفهمش. يمثلش الزمالك. الزمالك ما بيفهمش، جمهور الزمالك ما بيفهمش كوره. مستحيل عايزين نغلط في بعض. مستحيل الكلام ده مستحيل. اول ما رابطه الانديه نزلت الجدول، انت مش عارف ان الحكام مصريين؟ عارف. والماتش نزل وانتوا عارفين ان حكام مصريين. جاي تفوق النهارده الساعه 11، جاي تفوق الساعه 11 هتخلص لعيبه هترد. جاي تفوق النهارده الساعه 11 وتاجل الماتش. طب انت فين؟ طب ما انت نفس الكلام ده. اي كلام بتقوله ده؟ البنزين احسن من الاتوبيس يعطل. اقول لك ليه؟ وانت ما احترمتيش ورحت قال ايه الاتوبيس عطل؟ قال ايه الاتوبيس فين؟ قال ايه مش عارف ايه. انت بتقول لي جاي تطلع تصريح، انت جاي تطلع لي تصريح بالليل ان الحكام مصريين؟ هل ده من منطق؟ اهو قال لك. انت دلوقتي تقول لي ليه انت ما عملتش زي الزمالك لما كان رايح، لما انسحب اخر ماتش، لما انسحب قدام الاهلي. مصر كلها كانت عارفه ان الزمالك هينسحب قبل الماتش 3 ايام. مصر كلها كانت عارفه ان الزمالك مش رايح الماتش. فانت بتقول لي انا هقول يا راجل وطلعت بيان. انت بتطلع بيان الساعه 11 والماتش الساعه 9:30. ولا اصل بعد الساعه جت الساعه 6:30، اصل اللعيبه هتبتدي الماتش بعد 45 دقيقه، اصل لا اللعيبه في مدينه نصر، اصل اللعيبه جايه، اصل اللعيبه مش جايه. ما تيجي اصل سعودي، اصل هنجيب 2 من فيصل يحكموا سودانيين. ما تشوف هتعمل ايه والعب. انت نادي كبير، نادي كبير، العب واكسب. اقوى من الزمالك العب واكسب. اسالك سؤال بقى، اسالك سؤال. انت بقالك اكتر من 20 سنه 15 سنه تمام عمال تطلع بيانات التحكيم. حلو. لما جه النادي الاهلي قال لك انا هلعب للقاء بحكم اجنبي، قلت لا انا هلعب بحكم مصري عشان انا مش على كيفك. ايه؟ انا مش على كيفك.
طالما احنا بقالنا 15 20 سنه بنتكلم عن التحكيم المصري، وانت بقى 15 20 سنه بتلعب بالتحكيم المصري وبتاخد بطولات، بتلعب في الدوري بتاخد بطولات، وانت اكتر نادي، انا مش هقول لك الزمالك مش اسمه ده الحكام مش بتساعده، بس انت اكتر نادي في الدوري المصري الحكام المصريين بتساعده، فانت جاي بعد ايه؟ بعد كام ماتش تقول اصل لا الحكام المصريين دول انا مش هلعب بحكام مصريين. انت فين؟ اسمع بس انت فين من اول الدوري؟ انت فين من الله ينور عليك. اشمعنى الماتش ده؟ انت لا تفوت دلوقتي. انت مش بتطالب بتحكيم اجنبي وعمال لا اكتر من بقول لك ايه، من زمان كنا بنطالب ماشي. يعني دلوقتي الزمالك ما بيطالبش بتحكيم اجنبي؟ لا ليه؟ عاجبك الحكام المصريين؟ عجبني ايوه. احنا متضررين اكتر فريق الزمالك مضطر من الحكام المصريه بتاعتنا. طب ما الاهلي اهو بيقول لك لا اشمعنى دلوقتي طالبين حكام اجانب؟ اشمعنى دلوقتي؟ اشمعنى المره دي مش عايز التحكيم المصري؟ اشمعنى المره دي عايز تحكيم اجنبي؟ دي الحاجه الثانيه مكتوب لك في اللائحه ان انت عايز تحكيم اجنبي، بتقول قبلها باسبوع. جاي اول امبارح تقول انا عايز تحكيم اجنبي. حبيبي ما هو الماتش اصلا الماتش اتعرف الماتش بتاع الزمالك ب5 ايام. ماشي الماتش عرف، ما بعتش ليه من ال5 ايام؟ لا الاهلي رابطه الانديه قالت للاهلي ان الماتش بتحكيم اجنبي. التحكيم اجنبي صح؟ لازم بتبعت له التكاليف من قبلها. انت بعت التكاليف بتاعت التحكيم؟ لا في اللائحه بتقول لك سواء انت او الفرقه الثانيه. انت مش دلوقتي طالب بعداله تحكيميه على مدار 20 سنه؟ انا جايب لك حكم اجنبي بقول لك استنى نلعب. لا ما اقولكش استنى انت بقالك كام بقى انسحبت مرتين ثلاثه. انا قبل كده انسحبت مرتين ثلاثه ما كنتش بتقول لي اجل الماتش وبعد كده تلعبه. لا انا كنت ما باجيش وانت تقول لي لا انت كده منسحب وهخصم منك النقط. انت مش احسن مني في حاجه، اخصم مني زي ما تخصم منك. لو الماتش اتعاد هنكسب الاهلي. ما بدتش ليه ما بدأ عندهم بتتجزأ ليه؟ لما الزمالك بينسحب يبقى الزمالك خايف والزمالك مش عايز يجي، واصل الاتوبيس عطل، وانتوا لما بتنسحبوا يبقى الله ينور عليك يا خطيب، ده القرار الصح. انتوا اللي 100 اي حاجه مخالفه ليكوا تبقى غلط، مش حاجه اسمها كده في الدنيا. انت يا باشا اللي جيب التحكيم. انا مش معايا فلوس اجدد للعيبه. انت خلاص احنا بقالنا كتير بنطالب ان زيزو لازم يجدد للزمالك، بنتايج يجدد للزمالك. دلوقتي ده لسه من ربع ساعه بنتايج مجدد للزمالك لسنه 2028. طب خلاص انا جددت البنتايج، فين الفلوس اللي معايا؟ انا مش معايا فلوس. معاك فلوس؟ معاك 100 مليون. خلاص انت طالع قبل الماتش بتقول عشان توتر زيزو 20 مليون انا هدفعهم لزيزو، عربيتين رينج روفر و20 20 مليون لاي اعلان لزيزو. طب خلاص انت بتوتر اللعيب ليه؟ انا اللاعب قال لك خلاص انا هبقى زملكاوي، مش زي مثلا اي لاعب تاني، منهم لاعبين سابقين ومنهم لاعب هيتدفن دلوقتي. مين هو اللاعب اللي لا مش هذكر اسامي عشان لو ذكرت اسامي. مين اللاعب اللي امام عاشور. لا مش حارقني دايما. لا مش حارقني. ايه هيتدفن ايه؟ ما كهربا كان عامل ازاي؟ أيوة. كهربا كان 2019 كان طالع بعامل زي شيكابالا، هاتف يا جمهور الزمالك التالتة شمال تيت ليه؟ يعني امام عاشور هيبطل كوره؟ امام عاشور هيبقى زي كهربا. معلش شيكابالا الميت اللي عندكم دلوقتي بيعمل ايه؟ مدفون من زمان. ماشي طب من غير تنمر، بص من غير لا مش بتكلم عليه ان هو مبطل كوره. ماشي هو مبطل كوره وماشيينه معاك. ماشي ابو تريكه. لا ابو تريكه يا باشا معتزل يا باشا من زمان مش مكمل. مالك ومال ابو تريكه بقى؟ لا ما هي لا يا باشا ما ده اسطوره ليكوا. انا برضو ده اسطوره ليا. شيكا اسطوره ليا زي ما ابو تريكه على اسطوره كده. ليكوا. استنى كده استنى بتقول ايه؟ شيكا اسطوره ليا زي ما ابو تريكه اسطوره ليكوا. بس انا لو عندي شيكابالا احسن لاعب في العالم، دي وجهه نظري ليا. لو شيكابالا احسن لاعب في العالم انا عايز شيكابالا يكمل لوحات. ما انت انا مش عايز بس اقارنك بشيكا بكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو نجم عالمي، انا برضو عندي شيكا نجم عالمي. زي ما اقارنه باي لاعب انا بمزاجي، باي لاعب محلي عالمي ده ماشي خلاص. ابو تريكه لاعب عالمي. الزمالك عايز اقول بس حاجه، الزمالك بيعمل اي لعيب. صلاح مصدق ده جاي بقاله شهر. دلوقتي صلاح مصدق جاي بقاله شهر، دلوقتي مرشح ان هو يروح منتخب المغرب. محمود بنتايج جاي بقاله من اول السنه، دلوقتي عايز مرشح ان هو يروح منتخب المغرب. الزمالك بيعمل اي لعيب، اللعيب بيبقى جاي مش معروف الزمالك بيعمله بينجمه وبيكبره. الزمالك اكبر من اي لعيب واكبر من اتحاد الكوره، اكبر من اي حد. لا اهلي ولا اي فرقه في مصر تبقى احسن من الزمالك. عيش نفس ظروفي ووريني انت هتعمل ايه. والله ما هتشم بطوله. ادينا انا ربع استقرار اللي عندك ولا ربع فلوسك ولا ربع اي حاجه من اللي عندك،
وحياه ربنا ما في حد واقف قدامي في القاره. هو في حد منعك تعمل فلوس؟ في حد منعني. في حد. لا في حد منعني. انت انا باخد ربع الرعايه اللي انت بتاخدها ما بكملهاش. انا باخد 10 مليون رعايه، انت بتاخد 100 و200. فين بقى نفسك ازاي؟ ماشي بس انت بتاخد فلوس زي باخد زيك. كام؟ انت بس انت بتجيب لعيبه وانا اللي بياخد 10 زي انا اللي بجيب بياخد 100. لعيبه، انا بجيب لعيبه. طب ما انا لو معايا المية عايز حكام اجانب قبل الماتش بساعتين واجل الماتش، واتحاد الكوره ياجل له الماتش بتاع. يا نهار ازرق، ده مفيش كده في الكوره خالص. ده يلغوا الكوره في مصر والله يلغوها. طب انا اسالك سؤال. اسالني. انت طول عمرك بتطالب بحكام بعداله تحكيميه. ده المفروض الزمالك اللي طالب بحكام اجانب. طيب مش الاهلي. ما سالتش الاهلي ليه؟ هو الاهلي اصلا مظلوم من ايه؟ عشان خاطر يطلب حكام اجانب. مظلوم من ايه؟ من التحكيم. ده حاسين له في ماتش الاسماعيلي ضربه جزاء لامام عاشور ولا فيها اي حاجه. امام عاشور خبط في الارض وقع خد ضربه جزاء. عايزين ايه يا عم؟ انتوا عايزين ايه؟ مش عارف عايزين ايه والله. يقول لك احنا هنسحب. ما تنسحب يا عم، انسحب وريحنا والله. أيوة عشان اتحاد الكوره يهدى شويه، والله يهدى شويه. ده فساد، ده ايه يا عم؟ دي مش كوره خالص. احنا عايزين في مصر كوره نلعب كوره. عشان الدوري الانجليزي بيعملوا ايه وبتاع. ده الدوري الانجليزي عشان ليفربول يلعب في دوري الابطال، عشان السيتي هيلعب في دوري الابطال، خلى ليفربول يلعب استون فيلا ماتش زياده عشان خاطر يبقى الاثنين ما حدش رايح اكتر من الثاني. الزمالك لعب في الكاس، طلب بالتاجيل الماتش، ما اجلوش الماتش. لو الاهلي في ثانيه الا ثانيه يتاجل يابا، في ثانيه الا ثانيه الماتشات بتاجل الاهلي، لكن احنا لا، الزمالك انت لا. طول عمرك بتبني بياناتك على التحكيم ومشاكل التحكيم. النهارده الاهلي بيقول لك هلعبك بحكم اجنبي، بتقول لا هلعب بالتحكيم. ليه يلعب بحكم اجنبي؟ ليه؟ انا حر. وليه يطلب حكم اجنبي قبلها بساعه ولا ساعتين؟ لا ليه؟ يا ابني رابطه الانديه بعتت للنادي الاهلي في بيان ان الحكم هيجي اجنبي. ده الكلام ده من يومين. رابطه الانديه بعتت للاتحاد. الموضوع مش من احنا ما سمعناش الموضوع ده غير النهارده. اول امبارح النهارده. وبعد كده انا فرقه جايه بطالب بحكام اجانب قبلها بساعتين. اجي اقول اجل الماتش. كان عايزين ياجلوا الماتش لحد الساعه 11:30 عشان خاطر الاهلي. ايه يا عم ده؟ هي دي كوره؟ احنا عايزين نتكلم كوره، مش عايزين نتكلم كاهلي وزمالك. كوره. مين اللي بيدي الدوري للاهلي؟ اتحاد الكوره. التحكيم؟ التحكيم. اتحاد الكوره. التحكيم حلو. التحكيم عليا وعليك. ايه ده؟ والله انت ولا ليه؟ انا عايز اقول لك على حاجه. يا ابن اللعيبه. والله التحكيم بقى عليا وعليك. هو انا عمري رحت ضربت حكام اجانب في ماتش الاهلي؟ انت طول عمرك بتطلع بيانات يا عم بتقول ان والله التحكيم. بص انا طول عمري اسمع جمهور الزمالك حتى وانا بسجل معاهم بيقول لك ان الدوله كلها بالتحكيم. اتحاد كوره بيدي خليه طب ما دي حقيقه. بيدي الدوري. هو انت اما بيراميدز كان لسه طالع وكنت هتلعبه والاهلي كان واقع، عملوا ايه؟ راح اجلوا ماتش الاهلي ده بتاع 3 شهور. ابو لما الاهلي وقف على رجليه وجاب صفقات وبعد كده راح لاعب بيراميدز. هم حاطين ماتش بيراميدز امتى مع الاهلي؟ هي اشمعنى القرعه عجبت الاهلي مع الزمالك اول ماتش؟ يا ابني ده القرعه في مصلحه بيراميدز. ده الاهلي هيلاعب الزمالك وجمهوره، وانت عارف ان جمهور الاهلي هيتوقف، هيروح يلعب بيراميدز اللي هي اقوى سكواد في افريقيا. هم ما اجلوش ماتش الزمالك ليه في الكاس عشان ماتش الاهلي والزمالك. ما اجلوش ماتش الزمالك ليه في الكاس. اما الزمالك طلب من اتحاد الكوره ياجل الماتش، ما اجلوش الماتش. يا جدع هو الزمالك خارج المنافسه اصلا يا عم. ليه بعيد عن خارج المنافسه؟ لو الاهلي يا حبيبي خلينا نتكلم يا حبيبي. 10 الاهلي مش هيروح الا ما نتكلم يروح يبقى ريحتونا. هي المنظومه كلها فاشله من اتحاد الكوره والرابطه. كله المفروض كله يتفك. قسما بالله انا لو في دوله صح اتحاد الكوره يتفك، الرابطه يتفك، مش في نظام الاهلي والدوري يتلغي وتيجي ناس محترمه تدير الكوره.